سيد الرئيس، انا طلبت نقطه نظام قبل ما بعد ما رفعت الجلسه، وقت اللي جينا نصوتوا على الفصل 84 اللي يتعلق بمنح امتياز جبائي للمواطنين التوانسه عند توريد السياره السياحيه. النقطه الاجرائيه تعلق، سامحني، نقطه نظام تعلق مساله اجرائيه باش ترجع ترافع في الاصل الفصل وقاع التصويت عليه. النقطه الاجرائيه سيد الرئيس، نحن نحتاج اللي كان نتفقوا على حاجه واضح. مسألة إجرائية، إذا كان باش تراجع ترافع في الأصل الفصل تم الحسم فيه بالتصويت. واضح. إجرائيا سيد الرئيس، نحن نحتج وبشدة على طريقة تسيير الجلسة. الأستاذة رئيسة كتلة صوت الجمهورية طلبت نقطة نظام قبل رفع الجلسة باليد، مش بطريقة كتابية، بالرغم اللي معناها سير الجلسة العادي راهو يتم بطريقه كتابيه. الجمهوريه ما طلبتش نقطه نظام، هي من حقها طلب رفع الجلسه لمده 15 دقيقه. نعول على رحابه صدرك سيد رئيس. الفصل 115 من نعول على رحابه صدرك سيد رئيس. بينما نقطه النظام الذي نعول على رحابه صدرك سيد رئيس هي التي تكون بصيغه كتابيه. نعول على رحابه صدرك سيد رئيس في انك تمنحني هالدقيقتين خليني نوصل فيهم رسالتي الى ابناء شعبنا اللي يتابعوا فينا. انت جبت كتله صوت الجمهوريه. دقيقتين وفوق سيد رئيس، عود لي وقتي سيد رئيس رجاء. الاستاذه طلبت نقطه نظام، ومن نقطه نظام مرت الى طلب رفع الجلسه بطريقه غير كتابيه، وهذا مش معمول به في سير الجلسه، والارسال موقع على اعضاء مجلس النواب باش يطيحوا القانون اللي باش يخرج الشعب التونسي من الفقر غير عادي. ناس شاده النواب في الكلوار نتاع المجلس في باو المجلس، الارسال موقع على جهه المبادره في القانون هذا نتاع السيارات ما صارش. في بالنا المجلس هذا بعد 25 جويلية جا باش ينتصر للفئات الهشه والشعبيه والناس المزمره. ما رانا ان فما ناس اليوم ولا تخدم في اللوبيات، ناس تدافع على الكرتلات نتاع السيارات، وانت سيد رئيس تحرمني من حقي في اني نوصل صوتي. هكا هو انتهت فقط النظام والفصل